معاكم بيضة بالخلطة وايد سهلة وايد لذيذة وتنفع للريوق وحق العشاء. أول شي بمقلة حطيت طماطم مقصص صغار وفلفل بارد وبصل، وحطيت بعد فلفل حار للي يحب اختياري، وأحمسهم كلهم مع بعض. بعدين أضيف كفشتين من معجون الطماط وأحمسهم، وأضيف شوية ماي لما يصير عندي صلصة، وحطيت شوية ملح، وبعدين ضفت 3 كفاش من الجبن الكريمي أي ماركة تحبونها وحمستهم. وبعدين أضيف البيض وأغطيه شوية من فوق، وبعدين أضيف جبن الموزاريلا وأرجع أغطيه وأزينه بالفلفل الحار اختياري. وايد 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 لذيذ وراح يعجبكم. دياي وبطاط وذرة ومشروم، كل الاشياء اللذيذه. نحمس بصل مع فلفل حار اختياري بشويه زيت. نضيف الدياي، انا كان عندي دياي تكه مشويتها بالاير فراير، حطيت معجون الطماط وشويه ماي وهذا المشروم والبهارات. المشروم استعملت المثلج، وحطيت الثوم وشويه صويا صوص، استعملت هذه البهارات. وعندي بطاط كنت مسويتها بالاير فراير بعد. نحمسهم كلهم مع بعض ونضيف الذره ونحط الكريمه، وبعدين كل هالمكونات هذه نخلطها مع بعض. اخر شيء نحط رشه كزبره وجبن بارميزان. الطبق وايد لذيذ بس وايد ثقيل، جربوا الطريقه وايد راح تعجبكم. الطبق هذا وايد والزهر الحمزه هذه وايد لذيذه وسهله وسريعه التحضير. هذه كل المكونات اللي نحتاجها. اول شيء حطيت شويه زيت وحطيت بصله وطماط وفلفل بارد، احط عليهم معجون الطماط والثوم والبهارات واحمسهم كلهم عدل. اضيف دبس الرمان واضيف الكزبره وشويه من الصويا. عندي هنا بيديان مكعبات انا قاضيتها بس تقدرون تسوونها بالاير فراير، وعندي زهره هم انا قاضيتها. كذي الحمزه خلصت، تقدرون تقدمونها مع خبز او اي شيء من المقرمشات اللي عندكم وبالعافيه. عشاق البيديان والزهر الحمزه. وصفة رولات الدياي بالكريمة من الوصفات المفضلة عندي، وايد لذيذة ووايد سهلة. عندي حمصة دياي وخضار كانت زايدة عندي، استعملتها بوصفتي هذه. نحشي الخلطة هذه برولات السمبوسة ونلفها ونرصهم كلهم بماعون الفرن، نحطهم كلهم عدل، وبعدين نسوي الصلصة. الصلصة عبارة عن قفشتين جبن سائل وعلبة كريمة وقفشتين من المايونيز، وكان عندي صلصة MF اللي هي شيكاغو اختيارية مو ضروري انكم تحطونها، وترشون شوية ملح وتحطون الصلصة بعد ما تخلطونها فوق الرولات وتدخلونها الفرن لمدة 20 دقيقة على حرارة 180 من تحت بس، وكذي وصفتنا تكون جاهزة وعليكم بالعافية. جربوا الطريقة وايد سهلة ولذيذة. معاكم ربيان بصلصه وايد لذيذه وسهله. راح نحط اول شيء بالمقله كميات متساويه من السويت شيلي صوص. انا حطيت تقريبا ربع كوب من السويت شيلي صوص وربع كوب من الباربيكيو صوص وربع كوب من الجارليك بافلو صوص. نخلط الخلطه كلها مع بعض ونضيف الربيان. انا مستعمله ربيان جاهز ونقليته، نخليه يتشرب الصلصه عدل بالطريقه هذه، وبعدين نحطه في صحن التقديم ونحط عليه البصل الاخضر